اخدكم معايا في فلوج يوم السبت. اول حاجه كده صحيت انا وليلى بدري جدا، فقلت طالما مش صاحيين بدري يبقى نعمل لها فطار حلو كده. فسلقت بيض وكمان قطعت بطاطس وقلت بقى اقليها. نعم انا وليلى اصلا ما بنحبش البيض، وانا باكل منه الصفار بس، وليلى ما بتاكلهوش اصلا، وممكن تاكل الصفار يعني، بس ندي الفرصه يعني. كنت سايبه بقى المطبخ بالمنظر ده من امبارح، فقلت بقى اغسلهم كده عقبال ما البيض يتسلق وكمان البطاطس تتحمر بقى وتستوي. فخلصت بقى كل حاجه وكمان حطيت غسيل، ويجي بقى فقرة الفطار اخيرا والحاجة خلصت، فقلت بقى افطر. وانا مش فاهمة الفترة دي احنا بناكل ولا بنأكل الارض، مش عارفة، بس يعني هي ليلى بتأكل الارض معاها، وكانت عايزة تصلح غلطتها وتكنس الارض، بس انا اخدت منها المكنسة وكنست الارض. انا هنعمل ايه يعني، هي الامومة كده. يا رب تكون الارض مبسوطة وشبعانة كده من اكل ليلى. المهم بقى كان في عندي غسيل كتير قوي بقى لي فترة ما طبقته، نشرت بقى الغسيل اللي كنت حطيته في الغسالة. لما جيت بقى اشيل الهدوم بتاعت ليلى في الدولاب بتاعها منظره صعب جدا، فقلت بقى انا هعمله. قعدت بقى استرجع الذكريات ان دي اول سلوبت ليلى اللي لبستها، ودي كنت بحبها عليها قوي. وخلصنا بقى الدولاب على خير الحمد لله. بعد كده بقى اكتشفت ان في حاجات ناقصاني لوصفه الغدا اللي انا كنت عاملها النهارده، فنزلت بقى جبتها سريعا كده. وبعد كده طلعت اللحمه المفرومه، قدرت زبادي وتوم وبصل. يبقى هعمل ايه، هو دونر الكباب اللي طالع ترند بقى الفتره دي. حطيتهم بقى كلهم في الكبه يتفرموا وطلعوا بقى بالشكل ده. حطيت عليهم شويه زيت وبدات اعجن شويه، وزي ما انتم شايفين كده الانسجه متداخله في بعض. فحطيتها بقى على ورق زبده، ادهن بس ورق الزبده بنقطه زيت صغنونه كده، وبعد كده هبدا بقى افردها على ورق الزبده. ولو عندكم بقى حاجه تفردوا بيها اصغر من كده اعملوا كده، علشان خاطر دي اصلا كانت صعبه قوي، وكمان بتخلي الورق يلزق في بعضه كده. شلت بقى ورقه الزبده اللي فوق وبدات ان انا الفها كده رول، وبعدين حطيتها بقى في الصينيه ودخلتها على درجه حراره 200 لمده 25 دقيقه. المهم بقى عقبال ما هي تستوي يعني بدات ان اعمل سلطه السماق، وحطيت بقى بقدونس وبصل وطماطم وسماق وملح وشويه بقى من دبس الرمان كده وشويه زيت زيتون صغيرين. الكباب بقى طلع وكان ريحته تحفه قوي، قلب البيت كله، وكمان طعمه كان خطير. بس هو طعم الكفته بالظبط يعني. لو خيروني ان انا اعمله تاني ما بين الكفته، لا هعمل كفته بنفس الطريقه دي يعني. عملت بقى سندوتشاتي واتغديت الحمد لله. ممكن تعملوا جنبها سلطه طحينه بس انا ما بحبهاش. خلصت بقى وقلت لازم اشرب حاجه ساقعه. اخر اليوم بقى كان نفسي اعمل فشار، فجبت الحله دي عشان اعمل فيها. فرقعت لوحدها ما كانتش مبلوله ولا اي حاجه. المهم بقى قلت مش هستسلم، هعمل فشار برضو. عملت الفشار وقعدت بقى اتفرج على مسلسلي وبس كده. يومي خلص. تصبحوا على خير.